بعد اللحظات كنلقاو شي عنكبوت ولا شي حشره على الاجسام ديالنا وكنتخلع، ولكن الحقيقه ان كاينين شي حوايج كتخلينا نطرح بمجرد اننا كنسمعوا بها هي هاد الحشره ولا اي مخلوق يكون داخل الجسم ديالنا. وهنا غادي نتطرقوا اشياء اللي تلقات وسط اجسام البشر كل امضغ بشويه. هاد النصيحه غالبا ما كنا سمعناها من عند الاباء ديالنا، ولكن اكثريتنا ما كناخذوش بهاد النصيحه، خصوصا فاش كيكون فينا الجوع اللي وقع مع رودين فيديم غادي يعلمنا قيمه هاد النصيحه اللي كنا ما كنسمعوش بها. كتبتاتو البازيلا اولا كنقولوا لها بالدارجه الجلبان. عام 2009 رون فيدي اللي عنده 85 عام كان كيعاني من واحد الوعكه صحيه اللي هي ضيق في التنفس وكيكحب بزاف. ملي مشى للسبيطار ودوز الاطباء قالوا باللي يمكن عنده شي ورم، ولكن من بعد الفحوصات والاشعه اكتشفوا الاطباء واحد الحاجه اللي ما كتصور هي اللي كانت السبب في الازمه ديالو. لقاوها كتنوض ليه في وسط الريه ديالو، الطول ديالها تقريبا شي 5 سنتيم. واللي وقع هو انه ملي كان كياكل في الجلبانه هربت ليه واحد الحبه دخلت ليه مع مجرى التنفس، هبطت ليه الريه وبدات كتنوض، بدات كدير جدوره. بعد ما داروا ليه العمليه وحيدوا ليه المشكل، الحاجه اللي كتضحك في هذه القصه اول وجبه ديالو من بعد العمليه داروا ليه واحد الطبق ديال الخضروات وفيه الجلبانه، ولكن هذه المره كان بشويه ومضغ مزيان. ندوزوا للحاجه الثانيه، سمكه حيه. في عام 2012 اكتشفوا واحد الحاله عجيبه عند واحد الدري صغير في الهند، وتا هو عانى من مشاكل في التنفس اللي خلاته يمشي للسبيطار ودير تحاليل باش يشوف شنو عنده. لقى عنده نقص كثير في الاكسجين في الدم ديالو وما عرفوش السبب، حتى كيتفاجئوا الاطباء بصوره الاشعه اللي كيلقاو فيها واحد التعتم في الجهه اليسرى ديال الريه بسبب جسم غريب. هذا الجسم الغريب ملي جاو يشوفوا لقاو حوته الطول ديالها 9 ديال السنتيم، كلاها وهي حيه. علاش ما علاش تخاطروا هو وصحابو شكون فيهم اللي شد الحوته حيه وياكلها بلاصه ما تمشي الحوته في المجرى الطبيعي ديالها، يعني تنزل المعده وديريكت مشات للجهه اليسرى من الريه. الاطباء تاكدوا باللي هذه الحوته باقا حيه، والعمليه دامت 45 دقيقه تقريبا وقدروا يعتقوا. وندوزوا للحاجه الثالثه، عنكبوت صغير. واحد الشاب عنده 21 عام كان في واحد الاجازه في اندونيسيا في واحد الجزيره، قال اسمع لي ما بيتا كيبان لي واحد الخط احمر صغير دايز ليه في السره ديالو، وفي الاخر ديال النهار كيكتشف ان الخطيط الصغير اللي كان جاي السره ديالو ولا فيه 5 سنتيم طلع حتى لجهه الصدر. ملي مشى عند الطبيب المختص في الامراض الجلديه شخص الحاله ديالو باللي راه قارصاه شي حاجه، عطاه واحد الدواء باش تحسن الحاله ديالو ومشى. ولكن الغريب ان الغطلي بدا كيلتهب هذاك الخط اللي في الجسم ديالو ورجع عند الطبيب كيكتشفوا كاينه عنكبوت صغيره في الجسم ديالو. وقالوا الاطباء باللي هذا العنكبوت دخل عن طريق شي ندبه يمكن ديال السائده الدوديه اللي كان داير عليها عمليه، وبقى عايش واحد الايام طويله قبل ما يموت في الجسم ديالو. رابعا، دوده شريطيه. عام 2012 واحد السيده امريكيه بدات كتحس بشي حوايج اللي غريبين في الجسم ديالها، وملي مشات السيده اللي عندها 45 عام الاطباء قالوا باللي يقدر يكون عندها ورم دماغي، كيوجدوا راسهم باش يديروا لها العمليه. ولكن هنا كانت المفاجاه، لقاو باللي السيده ما عندهاش ورم نهائيا، عندها دوده شريطيه في الراس، وهي عدوى كتكون من واحد الانسجه اللي كتسبب بها هذيك الدوده. هاد المراه واخا لقات باللي راه عندها دوده شريطيه في الراس ديالها الا وانها كانت غطير من الفرحه. علاش؟ حيت كانت اهون ليها من انها تلقى ورم دماغي. بعد ما داروا لها العمليه بدات كتعافى مع المده ورجعت لحالتها الطبيعيه. خامسا، يرقات الذباب. واحد الراجل امريكي كان في واحد الرحله للبيليز لاحظ باللي عنده بحال شي قشره في راسه وكتحكو بزاف. ملي مشى على الطبيب شخص ليه الحاله ديالو باللي قرصاتك شي حاجه في الراس ديالك وصف ليه واحد الدواء، ولكن الدواء ما عطى حتى شي نتيجه. وملي مشى دار بزاف الفحوصات عند بزاف الاطباء اكتشفوا في الاخر باللي راه عنده واحد اليرقات ديال الذباب في الراس ديالو. هاد النوع من اليرقات كيستعمل الاجسام البشريه باش يكبر فيه، وكتوقع هاد العمليه عن طريق الاناث ديالها اللي كتلوح البويضات ديالها في نوع من الباعوض، وما كنقولوا ليه بالدارجه شنيوله. ومن بعد ما كيهجم هذاك الباعوض على جسم الانسان وكيقرصو كيدخل دوك اليرقات داخل الجسم. ومشيو للحاجه السادسه، كره من الشعر. هذه واحد الشابه من كيرغستان داوها المستشفى على وجه السرعه حيت كتعاني من سوء تغذيه حاد بسبب انها اللي كلاتها كتردها ما كتبقاش في المعده ديالها. وملي قلبوا على السبب ديال هذه الحاله ديالها لقاو باللي عندها في وسط الجسم كره ديال الشعر كبيره اللي كتوزن 4 كيلوغرام. ولقاو باللي هذه البنت اللي عندها 18 عام عندها واحد الحاله مرضيه خايبه كتسمى اكل الشعر، وهي عباره عن وسواس قهري كيصيب الانسان كيخليه ياكل الشعر يا اما ديالو يا اما ديال شخص اخر. وهذا الشيء اللي ينتج عنه انه تجمع لها كميه كبيره من الشعر في المعده ديالها، وهذه الحركه تعرف باسم متلازمه رابنوزل. وندوزو للحاجه الثامنه،
قطاع من المغناطيس. الدراري الصغار معروفين انهم كياكلوا اي حاجه جات قدامهم بدون وعي، في بعض الحالات كيقدروا ياكلوا شي حاجه اللي كتشكل عليهم خطوره، وهذا الشيء اللي وقع لهاد الدريه الصغيره اللي من ولايه انديانا الامريكيه. هاد البنيته كلات واحد القطع صغيره اللي كانت كتبان لها هي بحال شي قطع ديال الحلوى، وهي ضرها في معدتها بزاف وداوها للمستشفى، لقاو باللي كلات اكثر من 30 قطعه مغناطيسيه. بدات هذيك القطع الصغيره كتشبع مع بعضياتها، هادشي اللي شكل عليها خطر كبير، وقالوا لها الاطباء باللي هي محظوظه اللي قدرات تعتق من هذا الموقف. الحاجه السابعه، الفراشط والمعالق. معروف اننا حنايا كنستعملوا الفراشط والمعالق في الكوزينه ديالنا، ولكن هاد السيده دارت واحد الحاجه اللي كتبان غريبه بزاف. ملي بدات كتحس بواحد الالم غير طبيعي مشات للمستشفى، واكتشفوا الاطباء باللي عندها بزاف المعالق والفراشط في الجسم ديالها اللي بدات كتاكلهم على واحد المده طويله، كتسمى اضراب بيكا سيندروم. وهذه الحاله كتخلي الانسان يتشهى ياكل اي حاجه غير صالحه للاكل بحال التراب ولا الصابون ولا الطباشير. عام 2012 مشات واحد السيده للمستشفى خاصه بجراحه الانف والاذن والحنجره، كتشتكي من واحد الالم كبير في الاذن ديالها لمده 5 ايام. كيتفاجئوا الاطباء بعنكبوت حي عايش في وسط الاذن ديالها. هذا العنكبوت ماشي عادي، كان واحد العنكبوت مشعر عنده 4 العين سلل الاذن ديال هذه السيده الصينيه ملي كانت ناعسه، واعتبر ان القناه السمعيه ديالها المسكن ديالو الجديد. والمشكله كانت هنا هي تخوف الاطباء من انهم يديروا عمليه جراحيه واللي يقدر ينتج عنا ان هذاك العنكبوت يبدا يحفر ليها في الاذن ديالها ويبغي يهرب. وهذا الشيء اللي خلاهم يقرروا انهم يديروا في الاذن ديالها واحد المحلول ملحي باش يهرب داك العنكبوت، وفعلا نجحت العمليه. وهنا كتكون نهايه المقطع ديالنا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش ديروا الاشتراك والضغط على زر الاعجاب، ونتلاقاو في فيديو جديد.